أخ أنس. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة للجميع بإذن الله. حياك الله يا أنس. هلا حياكم الله واهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، وان شاء الله تكون حلقه مباركه ويكون فيها الطرح ان شاء الله مفيد باذن الله. عنواننا لهذه الحلقة هي الغربة في حياة الشاب، الغربة التي طالت كل شاب في هذا الزمن تحديدا، والغربة ليست شيئا مستحدثا إنما هي من قديم الأزل. والغربة في معناها الاصطلاحي نتعرف عليه ونعرف تفاصيلها ونعرف أثرها على حياة الشاب ونعرف إيجابياتها وسلبياتها وكل ما يتعلق بهذه خلينا نسميها الواقعة التي حلت بالشباب. فنتعاون بإذن الله نتحاور مع ضيوف في هذه الحلقة. أولا عمار، لو قلت لك اشرح لي، ليس تعريف الغربة كما يعرف في مواقع التواصل الاجتماعي، أبغاك تعرف لي الغربة واقعيا في حياة الشاب. ما تعرف الغربة؟ يعني عندما الشاب يسمع كلمة غربة ما الذي يتبادر إلى ذهنك أنت كشاب يا عمار؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الغربة بالمعنى الحالي هو الخروج من مكان يضيق فيه العيش أو يضيق فيه الحياة الميسرة، والذهاب إلى أماكن لفتح أبواب جديدة وحياة جديدة، بحيث أنه الغربة أصبحت زي ما تقول دائمة بين كل الشباب، بين كل الأعمار والفئات، بحيث أنك تبغى تبدأ حياة جديدة، تهرب من المشاكل أو المكان اللي قاعد يقفل عليك أو يضغط عليك، وتروح لمكان ثاني بحيث أنك تبدأ حياة جديدة وتقدر تنشئ نفسك وتقدر تبني فيها كل آمالك. ودائما الغربة هي كثيرة في هذا الزمن، ونتمنى دائما أن نكون في موطن أو في مكان يلمنا ويحتوينا بعيدا عن الغربة والتعب النفسي. جميل. نعم. طيب أنس، الغربة في حياة الشاب هل هي يعني مشكلة أم فرصة؟ طيب اولا حياك الله عبد الرحمن وحيا الله المشاهدين الكرام. موضوع الغربه موضوع طبعا يعني كثير ما يعني الشباب خاصه الشعب الاريتري او جميع خلينا اقول لك يعني الشباب بشكل عام، موضوع الغربه هذا يا عمار تحس انه مرتبط معهم، فتلقى أن الغربة متجزأة إلى عدة أجزاء. في غربة من أجل مثلا السفر، عفوا في غربة من أجل الدراسة، في غربة من أجل بناء مستقبل آخر، في غربة من أجل العمل، في غربة من أجل تحصيل موطن ممكن الإنسان يعني يعيش فيه. فالغربة متجزئة ما يمدينا نحن نحصرها في اطار معين، ولكن كالشباب عندنا غالبا يعني هي غربة العمل وغربة الدراسة غالبا هي اللي يعني يستخدمونها الشباب. جميل. يسافرون، يكون عايش مثلا في مكان معين لمدة طويلة وسنوات طويلة، ومن ثم ينتقل مثلا إلى أحد البلاد المجاورة من أجل إكمال الدراسة الجامعية وإلى آخره. الحياة الغربة بدايتها عبد الرحمن تكون منخلطة بين حماس وخوف. تعرف أنت طبعا الشاب في هذا العمر متحمس لتجربة أشياء جديدة، التغرب عن الأهل وعيش تجارب جديدة، ثقافة جديدة في بلد جديد، استقلالية نفسية. والخوف من أنك أنت كنت في محيط عائلي بينك الأب والأم والأخوان ومدري إيش، فجأة يعني تنتقل إلى مكان آخر، تكون أنت المسؤول والفرد الوحيد، حامل نفسك، مسؤول عن أكلك وشربك، مسؤول عن استيقاظك، مسؤول عن أوراقك الحكومية، أوراقك الجامعية، أو يعني كل شيء تكون أنت المسؤول فيه.
فهي فرصة في الحقيقة وهو اختبار في نفس الوقت. يعني أنا توصلت إلى شيء أنا أشوف يعني من وجهة نظري بأنه الإنسان إذا وصل إلى 18 17 سنة من العمر لابد أنه يغترب. يعني الغربة في الحقيقة تراها مصانع للرجال. جميل. الغربة يعني والله تشوفها فرصة وليست مشكلة. لا، أنا بالعكس نهائيا ما أشوف أنها مشكلة. ولكن المشكلة وين تكون؟ المشكلة في الغربة، يعني المشكلة في الغربة عندما يعني اللهم صل على سيدنا محمد. ولا خليني أنا ما أقول لك إيش المشكلة في الغربة، خليني أتطرق لك على موضوع على موضوع أنها يعني هو يعني أمر جميل بأنك أنت أصلا قادر أنك أنت تحل القضايا. أنت ترى يوم تكون، إحنا تذكر في الحلقات السابقة يوم كنا نشرح بأنه الإنسان يوم يكون مستقل ويوم يكون يوصل إلى مرحلة، ثم موضوع العلم يوم دخلنا فيه وأنك تحتاج أنك تزيد العلم وتجارب. التجارب الغربة ترى تفتح لك أمور كثيرة في هذا الشيء. الآن لاحظ أنت مثلا في بعض البلدان تكون كذا جامعة لجميع الدول، فتلقى مثلا أنت داخل الجامعة تلقى عندك مثلا في الفصل تحس انك فاتح ما شاء الله لستة الدول العربية والعالمية والى اخره كله موجود عندك. فانت تتعرف على ثقافة هنا، تتعرف على ثقافة هنا، تتعرف على ثقافة هنا. فهي صراحة انا ما يعني انا بقول لك هي بين الحماس، حماس البدايات. تعرف الانسان يوم يكون في عمر 17 18 وده انه يطلع خلاص ويروح ويعيش وما ادري ايش يتغرب ويشوف حياته كذا، في نفس الوقت فيها جانب اخر وهو جانب ايش؟ الخوف. انت خايف لانها تجربة جديدة، انت المسؤول عن كل شيء، ما في اب يقومك ولا امك تضبط لك الغداء وتصلح لك العشاء والقهوه موجوده وجلسه العائله انت مسؤول عن كل شيء. فهي انا اقول بين انها خوف وبين انها حماس، هذه في البدايه. ثم ان شاء الله نقطه نقطه ان شاء الله نسترسل في باقي الامور الجميله. جميل جميل. طيب عمار، آه، ابو صقر قبل شوي تطرق الى مساله ان الغربه فرصه. ليش الشباب يشتكون من الغربه؟ ليش الشاب وهو في الغربه يقول يا اخي مثلا احنا نسمع مثلا يقول لك الغربه كربه، او اسمع انه والله معاناه مغترب، تشوفها يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني شيء يعني بحسب ما ذكر انس انها قد تكون تفتح لك افاق جديده. ليش هناك زي ما تقول نفور من مساله الغربه؟ والله شوف، الغربة أولا هي البعد، أو هي كيف أقول لك، قطعه من العذاب سوا. أي يقول لك قطعة من العذاب. نعم. ثانيا الغربة قد تفتح لك آفاق جديدة، لكن في نفس الوقت يكون عندك زي ما تقول شوق أو تشتاق لأهلك. مثلا إذا كنت بعيد عن أهلك تشتاق للمكان اللي كبرت فيه، تشتاق للمكان اللي عشت فيها أيام حياتك. يعني كانت أيام طبيعة الإنسان أصلا ما ينسى الماضي اللي هو عاش فيه، ما ينسى الأماكن اللي كان يقعد فيها اللي يتمشى فيها. هذه طبيعة فينا كلنا، طبيعي إنه يشتاق، طبيعي يشتاق للناس اللي كانوا معاه. هذا جانب جدا مؤثر وجانب جدا قوي. ما أنت تروح مثلا مكان جديد ما تعرف فيه أحد، تبني حياة جديدة. أنت أصلا يوم تبني حياة جديدة أنت لسه متعلق في الماضي. حنا أصلا دائما إيش يقول لك، متعلقين في الماضي، متعلقين للذكريات، لأنه يقول لك دائما القادم راح يكون صعب، راح يكون لسه زي ما تقول بتأسس شيء جديد. لكن هذاك أنت عشت فيه وكبرت فيه وتعلمت فيه كل شيء. لكن الآن يوم تروح مكان جديد فبيصير الأمر صعب عليك، ما بتتقبله بسهولة. زي ما قال صعوبات كثيرة بتواجهها، مسؤوليات كثيرة وتكبر معك. دائما تشتاق للنفس القديمة، تشتاق لمنطقة الأمان. فيها هذه منطقة الأمان تكون دائما مرتاح فيها وما تبغى تطلع منها. فهذه هي الغربة، دائما تجيك فيها مرارة، فيها حرقة وفيها نار لا تنطفئ. دائما هذه الغربة هي أنا أسميها دائما شعلة لا تهدأ. الله. شعلة لا تهدأ حرفيا. يعني مهما ذهبت، مهما رحت، مهما وين صرت، بتشتاق للأماكن اللي أنت عشت فيها وكبرت فيها. ولا يخفى علينا عندك شوق الوطن، عندك شوق الأهل، عندك الأصحاب، عندك هذه كلها ترى عوامل رئيسية
انك تخلي الغربة هي قطعة من العذاب. جميل جميل، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب لو سألتك يا أنس قلت لك ما هي الأمور التي لابد أن يركز عليها كل شاب مغترب؟ والله شوف، خليني اخذ لك الموضوع من البدايه. مم. بدايه زي ما قلت لك، الشاب اول ما يدخل طبعا بيكون منتقل من حياه الى حياه اخرى. فانت بتدخل حياه جديده، في بعض الامور انت لازم تنتبه لها. اولا، انت الان الفرد المسؤول عن نفسك تماما. جميل. لا يوجد معك احد يشاركك، لا يوجد معك احد، يعني خليني اتكلم مثلا اذا كنت انت طالب، ما عندك شاب، ما عندك انسان يقومك. انت مسؤول عن اكلك، انت مسؤول عن شربك، انت مسؤول عن استيقاظك للصباح، انت مسؤول عن ادارتك الماليه، انت مسؤول عن اداره وقتك، انت مسؤول عن اداره علاقاتك. الغربه انت يوم تفتح المجال تصبح انك انت لوحدك في الساحه. خلاص، أنت الآن لابد أنك تهذب نفسك، لأنك أنت ستقابل أصناف كثيرة جدا من المجتمع، الخربان، الصالح، يعني الماكر، ذو الوجهين والمستغلين. مم. فأنت في البداية ستواجه يعني خلفك، ستحاربهم بنفسك، أنت واقف بذاتك. فزي ما ذكرت تلقى امور كثيره، فانت لابد انك انت الان تقف امام نفسك وتبدا تنتبه لهذه الامور. ولكن انا اقول بانه اهم نقطه في حياه المغترب هي الاداره الماليه. الاداره الماليه هي اهم يعني نقطه في حياه المغتربين. انا اتكلم كطلاب. هذا في حال يعني وضعنا موضوع الجانب الديني على جنب، تقصد انت في الجانب الدنيوي. اي نعم، انا اتكلم لك عن الجانب الدنيوي، ثم لا شك بعدين. لا شك ان يعني نتطرق الى الجانب الديني ايه. والاخلاقي ايضا. ولكن خلينا نتكلم في الجانب الدنيوي. الاداره الماليه امر جدا مهم. انت الان عندك التزامات، عندك ايجار مثلا، عندك فواتير، عندك اكل وشرب، مقاضي البيت والى اخره. انت مسؤول الان. انت الان حطيت اول ارجع 3-4 ايام قبل ما هذا، انت جالس في البيت يجيك الاكل وما ادري ايش. انت الان عندك دخل محدد، لازم انك تسير المبلغ الى نهايه الشهر. وطبعا لا يخفى بانه يكون في يعني ادخار، ويعني صندوق امن للظروف والى اخره. فنقطه الادخار او نقطه الاداره الماليه هي شيء جدا مهم في حياه. بل يعني انا اعتقد ان الانسان بعد 5-6 سنوات في الغربه ويعني الدخول في الامور الماليه، اعتقد ان هذا اصعب شيء يواجه الشاب، الامور الماليه وكيفيه السيطره عليها، لان الظروف تدخله اصلا ما عنده دخل، فلازم يرتب اموره و فبعد 5 سنوات 6 سنوات يخرج بعقليه اداريه يستطيع انه يدير حتى بيته الجديد. يعني فهمت علي؟ فهذه ناتجه من ايش؟ ناتجه من سنين الغربه الجميله. الجانب الاهم في هذا كله هو الجانب الديني والشرعي. جميل. ليش انا اقول لك هذا الكلام؟ لانك انت الان قد تكون متربي تربيه طيبه في بيئه صالحه، في يعني بيئه نشات بخير والوالدان صالحان، ولكن انت تدخل على مجتمع جديد. ممكن تسافر الى دول اوروبا، تسافر الى اي مكان ما، المجال فيه مفتوح، الخراف فيه مفتوح، الخراف فيه اسهل من الوصول الى المساجد والى الصلوات والى اخره. فهنا التاسيس السابق، كما تكلمنا في الحلقات السابقه، ان التاسيس هو اهم شيء موجود. فانت يكون عندك تاسيس جيد، يكون الامر ايش؟ يكون الامر اهون عليك. ولكن الثبات من الله عز وجل هو. لا يعني بانك انت تاسيسك صحيح بمعنى انك انت يعني ستكون ثابت الى نهايه هذه الدنيا. لانه يعني لو انها كذا، انا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بمعنى انه القلوب هذه باذن الله تتحرك وتروح وتاتي. ولكن موضوع التاسيس امر مهم. يبقى عليك انت كيف تحافظ على هذا التاسيس الطيب. اختيار الصحبه. انت الان تدخل على مكان جديد، انت تحاول تختار من الإنسان المناسب
أنا الآن عندي مشروع طويل 4-5 سنوات، أنا أحتاج لي يعني أحتاج لي رفقة صالحة تعينني إلى إكمال هذا المشروع ثم المواصلة معهم. اختيار الصحبة الصالحة، اختيار الناس اللي تسكن معهم أمر جدا مهم، أمر جدا مهم. أنت مع من تسكن، ترى هذا يعني سلاح ذو حدين. الأمر الثالث اللهم صل على محمد، المكان اللي تسكن فيه وين؟ الحي. لأن أنت زي ما تعرف إنه في بعض الأحياء يعني إيش بحري، حلو. وفي بعض الأحياء لا تبقى محافظة. حلو. جميل. هذه كلها مسؤوليات المغترب نفسه، صح؟ أي نعم. أي. فأنت المرحلة صح إنها صعبة، ولكن تراها جميلة. تتوصل ترى بعد سنين الغربة بأنه يا أخي دام تمشي مشيها، يعني عيش والله العظيم عيش كل لحظة بسعادة. يعني تعايش مع ألمك، تعايش مع أنا ترى الكلام ده قلته الحلقة الماضية وأريده لأنه هو حل. أتعايش مع الألم. أنت انحطيت في جك أو انحطيت في عفوا أنا حطيت في مشكلة، جميل، فأنت بتنحط في مشكلة، أنت ما عندك حلول، تعايش معها يا أخي. أنت تستطيع المقاومة إيش؟ فاستمتع. استمتع يعني والله من جد استمتع بكل لحظة أنت عايش فيها. أنت عايش في مشكلة، فهمت؟ فهذه بعد سنين يعني أنا أبغى أخفف على الناس اللي بادية في موضوع أنها تغترب. أوكي هي بداية صعبة صراحة ويبغى لها مكافحة وجدية، ولكن ترى في نص الطريق يعني إيش كالمة، يعني الأمور طيبة وماشية. عرفت؟ هذا الأشياء اللي ممكن ألخص فيها. الجانب الإيماني، الجانب المالي، والجانب الاجتماعي اللي هم الأصدقاء، والمكان والمكان اللي أنت تسكن فيه. هذه 4 عوامل لابد الإنسان يركز عليها. نعم. طيب في هذه كلها ال4 ايش مرجعيته؟ هل مرجعيته هي الدين؟ هل مرجعيته هي التربية؟ هل مرجعيته هي القدوة؟ يعني على ماذا يستند؟ اوكي انا عندي الجانب الديني من الدين، طيب الجانب المالي، هل انا بنفسي يعني افتي؟ هل يوجد قواعد معينة؟ والله شوف، الجوانب المالية تأخذها ممن هم أقدم منك في هذا المجال. يعني انت بمعنى انك تشاور يعني. نعم، بمعنى انك لن تأتي بشيء جديد. انت سترى الناس اللي معاك في محيطك كيف يديرون ماله. انت اول ما تجي ما حيكونوا كل العالم جايين في نفس الوقت مغتربين، لا هتلقى من عنده 10 سنوات، عنده 15 سنة، فانت ممكن تسأل كيف الإدارة المالية، كيف ما ادري ايش. اذكر اني كنت اكلم واحد فقال لي المال يتقسم إلى 3، وهذا ليس في مغتربين انما يعني مشروع حياة. المال او المصدر اللي عندك الشهري يتقسم إلى 3: مصاريف شهرية ثابتة من إيجار ومصاريف وأكل وإلى آخره، ادخار، صدقة. هذه 3 أمور، يعني أعطاك 3 طرق تمشي فيها. أنت عندك التزامات شهرية تمشي فيها ثابتة، عندك استلمت جاك الدخل ما جاك الدخل، عندك مصاريف ثابتة هذه عندك ادخار، خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود، عرفت؟ والنقطة الثالثة اللي هي الصدقة. الصدقة ليش؟ هذا أمر جدا مهم، هي التي تبارك في كل المشروع هذا. وأنا أعتقد أن الإنسان الذي يخلو من الصدقة لا يجد بركة في جميع الأشياء هذه. بل الصدقة تأثيرها ليس على المال فقط، إنما حتى على الحياة اليومية. تجد أنك أنت نفسك ترى الصدقة تحميك. ترى الناس ترى ما تعرف الشيء هذا، تعتقد أن الصدقة يعني المصطلح المنتشر بين الناس بأن الصدقة يعني تطفئ غضب الرب. أقول لك نعم، ولكن لها عوامل أخرى كبيرة جدا، زي موضوع الاستغفار. قد استغفروا ربكم لو كان غفور السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فموضوع الصدقة ليس موضوع فقط يخص غفران الذنب، لا، يدخل في أمور كثيرة. تجد أن البركة أصلا تنتشر معك في يومك، تجد أن الله يفتح عليك في أمور ثانية، تجد أن الله عز وجل ييسر لك أمرك، تجد أن الله عز وجل يعني يعطيك البركة في نفس الأموال. فتعتقد أنك أنت اللي ماسك مثلا تستلم $1000 مثلا شهريا، ويعني تخرج صدقة، فالله يبارك لك بهذا المال، ويأتيك واحد يستلم 3-4، سبحان الله، يجي يعني 20 الشهر إلا هو مفلس، لأنه يعني العامل بينك وبينه أو الفارق هو عامل الصدقة. ولكن هو أهم شيء بأنه الواحد يستحضر النية الصالحة بس في هذا الأمر. فأنا أقول لك أنه المال قسموه إلى 3: صدقة،
ادخار مصاريف شهريه ثابته. هذه يعني خليني اقول لك ابسط فلسفه ممكن انها تدار. وفي فلسفه ثانيه كان يقول احدهم تخرج هذه الاشياء، ثم في شيء اسمه، في بند في الصرف اسمه بند النثريات، العالم ترى ما تنتبه له، وهو بند يسحب من الرصيد بشكل ما تتخيله. الشيء النثري بمعنى خشيت بقاله شفت شوكولاته من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا طلعت ب عرفت 500 دولار مثلا، عفوا مبالغ، قول 50 30 دولار، فانت تقول خلاص مو مشكله، تك 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 تك، يوم الثاني يوم الثالث، فانت مع نهايه الشهر تلقى من التوتال العام مصروف 300 دولار وانت ما تدري اصلا، ولكن بدايته شيء صغير. فبند النثريات هذا لازم انك تحصره. جميل. فهمت؟ هذا يعني ابسط الاشياء اللي انا ممكن اوصلها يعني. الله يعطيك العافيه. طيب يا عمار، احنا الان كنا مركزين على مساله ماذا نركز او ما يركز عليه الشاب في الغربه. طيب ما هي الاشياء التي لابد على المغترب ان يبتعد عنها؟ كذا لو ترتب لي اياها في نقاط، بحيث ان الشاب المغترب عندما يجد يعني بوابه لهذه الامور يبتعد عنها تماما، لانها قد تكون مهلكه فيما بعدها بحسب خبرتك. جميل. أولا عندنا الجانب الديني، اوعى دائما تنحاز أو تبعد عن الجانب الديني، مهما بعدت حاول إنك ترجع. دي أول نقطة. ثانيا الأصدقاء مؤثرين كبير، فيهم تأثير كبير. أصدقاء إذا كنت اخترتهم زي الناس فأنت حياتك بإذن الله بتتيسر وتمشي، لكن إذا كانوا ما هم زي الناس، ما هم خيرة الشباب، فاعرف إنه خلاص رحت صفر على الشمال. جميل. ثالثا تختار أولا هدفك في الغربة إيش هو. لازم يكون عندك هدف واضح، لازم يكون عندك رؤية للأمام إيش راح تكون أو إيش راح تصير إن شاء الله. هذا لازم تحدد أهدافك وتخطط ودائما تمشي عليها، ما تنحاز عن ذا الطريق. عندنا رابعا زي ما قلنا عندك مصاري أو التصرف المالي، كيف تعرف توزن. في ناس تعقيبا على كلام أنس مفتوحة، عندهم بحري، عندهم الدنيا بحري، فعادي يقول لك بكرة الشهر الجاي موجود، الشهر اللي بعده، والدنيا بسيطة تمشي. لا، الدنيا ما هي بسيطة، ما تمشي زي كذا. الدنيا هي أنت تبسطها وأنت تمشيها زي ما تبغى. وعندنا أيضا الجانب الاجتماعي. إذا كنت مع العائلة، إذا كانوا معاك أهلك أو أقاربك، أو دائما يقول لك أقرب الناس لك هم اللي يأثرون فيك، أقرب الناس لك هم اللي يخلوك تطلع فوق أو تنزل تحت. الجانب هذا مهم جدا، أو العلاقات القريبة جدا. دائما تركز أنت مين اللي يرفعك أو مين اللي يقودك للنجاح أو مين اللي يساعدك على بناء الطريق هذا اللي أنت ماشي فيه، ومين اللي ما يساعدك. وهذا هو والله أعلم. الله يجزاك خير. طيب أخي وزميلي أنس، حياك يا مرحبا. الآن احنا تعرفنا على الغربة، تعرفنا على يعني الأشياء التي يركز عليها المغترب، الأشياء التي يبتعد عنها المغترب. طيب هل يا أبو صقر الاغتراب إن لم وجد الاغتراب، يعني خلينا نتكلم عن نستند على بيت الإمام الشافعي الذي يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصف أن الذي عايش في النصب إن رأيت وقوف ما يفسد إنساح طابا لم يجد لم يطبي. هل كون الشاب لم يغترب، هل هذا يعني أنه يعني فقد كثير من الفرص في هذه الحياة، أم أن الغربة هي مشكلة أو هي حدث إن حصل فهو خير وإن لم يحصل فهو خير؟ والله شوف، موضوع الغربة ترى لا يختصر على السفر. يعني أنا بقول لك شيء، أحيانا خلينا أتكلم عن المجتمعات العربية بشكل عام، تراهم مغتربين في الأساس. يعني أنا الآن مثلا يوم
يوم أتكلم مثلا مع إنسان من مواليد مثلا سوريا، عايش حياته كاملة في السعودية، هذا مغترب ترى، وكون عائلته هناك واشتغل وولدت ولد هناك وعاش وسوى ومدري إيش، مغترب. هو لا يعني أنك أنت يوم تخرج من البلد اللي أنت اتولدت فيها ثم تروح إلى بلد أخرى بمعنى أنك أنت الآن مغترب، لا، أنت أصلا مغترب من الأساس. ومع الأسف بأنه هذا هو حال البلدان العربية، بأن أصلا اغترابهم ليس اغتراب الابن يوم يكبر ويصل إلى 18 سنة ثم أرسل إلى الدراسة، لا، هو تلقى أصلا من الجد هم مغتربين أصلا عن بلادهم. الاغتراب أو الغربة هو الخروج من البلد الرئيسي الأساس وليس بلد النشأة. فالغربة موجودة أصلا يعني في من البداية، ولكن أحيانا ترى يعني قد يكون الشخص أو الشاب مغترب وهو لا يعلم بأنه مغترب. نعم الله. لأنه الغربة أصلا في أساسها هي الخروج من البلد الأساسي وليس من بلد النشأة. فنحن هنا مغتربين يعني، أو العالم العربي تراه مغترب من أجداده يعني، ولكن مع سبحان الله مع التياسير في البلاد اللي يسكنون فيها ووجود الشعب والتعاون معهم والى اخره، خلاص يعني ينسى الانسان بانه قد كان في بلد ما وانه ينتمي لبلد ما والى اخره. المهم الامر اللي كنت بتكلم فيه، احيانا ترى تكون الغربه، تعرف غربه الارواح، احيانا ترى تكون مغترب وانت داخل والله أنا ما أبغى يعني أفعم هذا الموضوع، ولكن يعني في غربة داخل الأماكن اللي أنت يعني في غربة أرواح، خلينا هذه يعني حالة نفسية هي يمر بها ناس كثير يعني، بأنك أصلا تكون أنت مغترب في الوسط اللي أنت ارتاح فيه، نسأل الله العافية. جميل. فهذا كان يلقبونه في علم النفس بأنه يعني غربة الأرواح، الروح مغتربة ولكن الجسد حاضر في نفس المكان. فمصطلح الغربة طبعا صار يؤخذ بأنه إيش؟ بأنه يعني سافر، فمعنى هذا أنه اغترب، ولكن الغربة يعني موضوع جدا جدا أعمق مما نتخيل بكثير. ففي غربة أرواح، في غربة أجساد، في غربة أصوات، في أشياء كثيرة جدا. فلذلك أنا ما ممكن أني أنا أحصر موضوع الغربة على أنه هل أنت سافرت ولا لا، هل إذا ما سافر الإنسان بمعنى أنه مغترب ولا لا. أحيانا ترى تكون مغترب زي ما ذكرت لك وأنت لا تشعر بأنك مغترب، أي ممكن أنك تكون في نفس المكان مع أهلك، ولكن مثلا صار لك ظرف عمل فاضطريت أنك تسكن في مكان أبعد شوي، فيعني أصبحت أنت مغترب في داخل البلاد اللي أنت يعني تشعر بالانتماء لها. دخلت في دوامة نفسية، فالروح الجسد حاضر ولكن الروح مسافر. يعني انت عارف ممكن يقول شاعر اني ايش؟ اني مقيم ولي روح على سفر، اواه يا غربة الارواح اواه، بمعنى انه الارواح لها غربة ايضا. جميل. فحين تكون انت جالس في مكان بجسد ولكن الروح يحوم كذا حول الحمى. لعلنا نتحدث عن مسألة غربة الروح نعم في الحلقات القادمة. اليوم تحدثنا عن غربة الجسد وغربة الشاب تحديدا. نعم. في هذا العصر. شاكر لك أخي عمار على هذا الطرح الجميل، شاكر لك أخي أنس على هذا الطرح الرائع الذي نسأل الله تعالى يجعله في ميزان حسناتكم. ومشاهدينا الكرام، لا نستغني عن مشاركاتكم واستفساراتكم. دعونا بإذن الله نختم هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد.